مين؟ انا يا عم. اتفضل يا ابني. يا عم اتفضل. ايه الاخبار؟ ايوه مين؟ انا شريف صاحب ندى بنت حضرتك اللي كلمتك عنها عشان اجي اتقدم لها. تاني واحد فيهم يا ابني. اني واحد فيهم؟ اه انا واحد فيهم. انا شريف انستا. اللي معاك في الكليه؟ جروب الدفعه. اللي معاك في جات الكليه. الفردوس. اتفضل يا ابني. ماشي يا عم. اتفضل اتفضل. تسلم يا عمي، الراجل محترم. دي حاجه بسيطه كده بمناسبه ان انا جاي اتقدم. طبعا الظروف صعبه اليومين دول. جبت لحضرتك 2 كيلو سكر ممنوعات، ده مش هتلاقيه. كلف نفسك يا جبت ابني. واسطه من التموين. و2 كيلو سكر وربع كيلو شاي و10 بيضات كتير والله. وازازه زيت يا عم. والله كتير يا ابني. تحت يا عم، ده حاجه بسيطه كده، الغالي للغالي. طبعا يا عم انا شرف لي ان انا اجي اقعد مع حضرتك، ولان انا سالت عن حضرتك وسمعت انك بتحسب ومروءه ورجوله واسوده. قالوا لي الراجل ده لازم تناسبه. فانا شرف ليا ان انا اتقدم لبنت حضرتك وتحت امرك في اي طلبات، بس انا شاب وحضرتك عارف ان انا في بدايه طريقي، فسهل الدنيا معايا، يسهل عليك ربنا. انت انهي واحد من اصحابها طيب؟ يا عم هي لها كتير ولا ايه؟ ده هي مفهمان ان انا الذكر الوحيد اللي في حياتها. طبعا يا ابني انت عارف ان احنا بنشتري راجل. اكيد يا عم ما طبعا. يهمناش الفلوس ولا المهر ولا الكلام ده الفاضي ده. احترام ده. احنا ده احترام. حرفيا هنشيلك فوق راسنا. ده شرف ليا يا عم، انا جيت البيت الصح في المكان الصح في النسب الصح. بنشتري راجل يا ابني. اكيد يا عم شرف ليا. احنا عاوزين 200 جرام دهب. نعم. 200 جرام دهب. وشن فوق راسك يا عمي. اكيد. انت تقصد انهي راس بالظبط يا عمي؟ بتشم فيها 200 جرام دهب؟ ده انا سرقت تموين بيتنا وجاي لك، ده انا جايب لك 2 كيلو سكر، ده انا جايب لك ازازه زيت طبخين منها طبختين. سكر ايه يا عم؟ وجايب لك البيضات دول اصلا انا سارقهم من فرخه ام ابراهيم جيران عشان ما كانش معايا فلوس اشتريهم. وبعدين يا عم ما هي متفقه معايا انها ما بتحبش الذهب والكلام، ولا ده كلام بوستات بس؟ ما بتشاير انها ما بتحبش الذهب وقالت لي عايزه بندوره، وقلت لها اجيب لك قفصين طماطم، احلى بندوره تبقى عندك. طيب يعني انت مش موافق على 200 جرام دهب؟ كتير يا عم، ليه 200 جرام دهب وانا تاجر اثار؟ طب احنا عايزين ب 100,000 لبس. 100,000 لبس؟ صدق بالله ايوه. انا البليزر ده واخده بتاع جد ورث، العيله كلها لبسته، بص مبهدل. ده انا جاي مع بتاع دليفري مدي 10 جنيه وهيستناني ياخدني وانا راجع لبسي، وبعدين ليه ب 100,000 لبس؟ هكسي العيله كلها؟ هكسي بلدكم؟ يا ابني هي دي الاسعار اللي ماشيه يا ابني، انت جاي في موسم يا ابني والطلب كتير. يا عم اسعار موسم ايه يا حاج؟ وانت حاططها في موسم الانتاجات الشتويه؟ وانت انا جاي اتقدم في الميركاتو؟ اسعار ايه وطلب ايه؟ طب ما ينفعش اخدها عرا يا عمي؟ طالما انت جاي في موسم بقى وبتتكلم في الميركاتو، انا جاي اخلص. يعني مش عاجبك برضه ال 100,000 لبس؟ كتير 100,000 لبس ليه؟ ما هي 2500 جنيه هتروح معرض سوق العصر هتظبط الدنيا هناك. طب احنا هنتكلم على التشطيب. نتكلم على التشطيب، انا اديني في اساسيات. احنا عايزين شقه ما تقلش عن 180 متر، تمام، ويكون التشطيب سوبر لوكس فرنساوي. شقه 180 متر؟ 180 متر. ليه هنفتحها ملعب خماسي اخر اليوم؟ ليه 180؟ وبعدين ايه تشطيب سوبر لوكس فرنساوي؟ اجيب الصناعه من باريس يعني من مارسيليا؟ اجيب امبابي يديها دوكو فرن ولا انا مش يا عم انا مش فاهمك، انت بتصعب الدنيا عليا يا ابني. انا بكلمك في بنتي، لو لقيت فيها عيب واحد العيب بخصم 50,000. العيب في مين بخصم 50,000؟ في بنتي. لا احنا لو جينا الكلام ده انت بنتك كلها عيوب بقى. دي اسنانها بقى، دي اسنانها مش عايزه تقويم، دي عايزه صبة خرسانه. وبعدين عيب اللي ب 50,000 وانا بشتري منك عربيه في فيرنا؟ انت عارضها على اول اكس، مالك يا عم ما تعدل كلامك كده؟ بنتي طبيعي يا ابني، ولو عايز يا عم انت بنتك فيك. شرف ليك انك تتقدم احنا ناس من عيله تقيله ومعايش بنت في مستوى عالي جدا. بقول لك ايه، مش احنا ما جبناش سيره التوج، لو على التوج احنا ما فيش اتقل مننا. انا خالي امين شرطه في مباحث الكهرباء، بكره تلاقي محضر معمول باسمك. خالي التاني 120 كيلو، عمي ماسك امن بنك مصر. ما اقصدش يا ابني، امين ابراهيم. انا اقصد ان احنا عيله مبسوطه يا باشا احنا ملوك الضحك في البلد، احنا بنضحك على طول، الضحك ما بيفارقش بيتنا، ما فيش حد مبسوط اكتر مننا في البلد، معروفين بيت الهاهاها. يا ابني انت بتتكلم معايا كده ليه؟ انا لا عارف ان بنتي عايزاك وبتتكلم معاك لحد الفجر، ما كنتش وافق عليك ولا جعلك معايا اصلا. فجر؟ الفجر. فجر ايه يا عم؟ انا في الجيش اصلا وبنام الساعه 10. انت مدورها انت وبنتك يا ابني، مش انت اللي رحت معاها دهب؟ دهب؟ بقول لك سارق تموين بيتنا، ده انا سارق ازازه طبخين منها مرتين وجاي مع بتاع دليفري تقول لي دهب؟ وانت وافقت ان بنتك تروح دهب؟ يا ابني ما هي قالت لي ان هي رايحه مع حسام. حسام؟ ايوه حسام. حسام مين ده؟ وبعدين انت وافقت انها تروح كده دهب عادي؟ ايوه طبعا. طبعا؟ ايوه طبعا. ده انت طلعت راجل جارن ويريال والدنيا مرفوعه على الاخر عندك، مع اني مش شايفك غزال. عيب يا ابني الكلام ده. يا راجل انا ناقص. عيب يا ابني الكلام ده. انا ناقص انا غلطت ان انا قعدت معاك اللي بنتك بره يا ضب بره.